خاص وقع باسمه. نحن جامعات خاصة في افريقيا 30 جامعة اتفقنا، والان ان شاء الله في طور حضروا معنا رؤساء جامعات وهيئات انواع الرؤساء الحيلات والدار. هذه داركم جميعا. في البدايه اريد ان ارحب بالحضور وفد بروفيسور محمد نظيف يوسف من جمهورية تشاد. أنا هنا أمثل اتحاد الجامعات والمعاهد الخاصة في إفريقيا، 30 جامعة ومعهد خاص في إفريقيا. الحمد لله اليوم هذا المساء اختتمنا هذا المؤتمر المهم والمفيد للعلاقة بين الجنوب والجنوب، وهنا نحن في جامعة ابن زهر وفي منطقة أكادير جنوب المغرب. الحمد لله الباحثين الذين أتوا من شرق إفريقيا ومن غربها ومن شمالها ومن وسطها ومن جنوبها ناقشنا، والحمد لله عملنا الختام، وختامه مسك بهذه الاتفاقية الجامعة الشاملة لما بعد أكادير إن شاء الله نستمر. ليس فقط مؤتمر وانتهى، وإنما هناك توصيات وعملنا آليات من أجل أن نستمر في هذا التعاون من أجل رفع بلادنا علميا وثقافيا إن شاء الله. لأن أريد أن اندماج، فلذلك الآن صرنا مغاربة لباسا وروحا إن شاء الله ووجدانا. دكتورة وداد نائبي من جمهورية بنين، مؤسسة ومديرة المعهد الجامعي معهد ابن بطوطة الإفريقي. أجمل شيء يمكن أن يجمع أي إنسان هو أن يلتقي ببعض الأشخاص الذي يكون في بينهم تلاقح في الأفكار، لأن عادة اليد الواحدة لا تصفق. فمجيئنا لمثل هذه الملتقيات وهذا المؤتمر الأول دليل على أن بالفعل أن الله سبحانه وتعالى جنود مجندة، وعندما يحين الوقت يجتمعون ويتناقلون التجارب، ويكون هناك أرضية خصبة لانتعاش مثل هذه الأفكار. فالحمد لله يعني كانت تجربة مباركة، وسعدنا كثيرا بأن نكون هنا لعدة أشياء اكتشفنا وعرفنا وسمعنا، ولم يكن حتى الهم الذي كنا نعتبره هما واحدا أصبح هما مشتركا، وأصبح هناك حلول مشتركة أيضا لمواجهة هذه الأمور. فوالله العظيم يعني وقت ميمون في شعبان وعلى أبواب رمضان. فبالفعل يعني شكرا للجامعة ابن زهر، وشكرا للمملكة المغربية على هذه الانفتاحات التي هي مستمرة نحو الجانب الروحي، لأن كل ما يجمعنا هو أولا روح قبل أن يكون جسد. بارك الله فيكم. اختتمت كلية الآداب طيلة 3 أيام ندوة هامة جمعت خيرة الباحثين والأساتذة ومديري المراكز في الجامعات الأفريقية وعددها 18. كان الهدف من هذا اللقاء هو الوقوف عند واقع الدرس اللغوي، خاصة اللغة العربية باعتبارها لغة موحدة لهذه الأقطار، وكانت أيضا فرصة لتبادل وجهات النظر والمقاربات المختلفة التي تراوحت بين الثقافي واللغوي والفكري والتاريخي والأنثروبولوجي. والأهم من هذا كله أننا استطعنا بحمد الله أن نقف من خلال هذه الأشغال على برولة اتفاقية متعددة الأطراف يكون موضوعها الأساس هو ربط الجسور الثقافية والعلمية. إذا كان الفاعل السياسي والفاعل الاقتصادي قد وضع رجله في أفريقيا، فحان وقت أن تضع الجامعة باعتبارها قاطرة التنمية وباعتبارها مشترى للأفكار أن تضع رجلها ثمة وليس جديدا عنها، اللهم باعتبار رجع الصدى بين هذه الأقطار المشاركة. وأنا فرح بهذا اللقاء لمخرجاته الهامة، والمستقبل أفضل بإذن الله. للتعاون الشأن الجانبي فرص التواصل. هو المايسترو ديال المايسترو ديال شبكة الخبراء الأفارقة ناطقين باللغة العربية، هذه لأنه قاسم مشترك بين